أنا طالع الحين من مدينة تاريخية لها آلاف السنين، وتراها موجودة عندنا في السعودية بين القصيم وحايل، وهي تابعة لحايل، مدينة فيد التاريخية. تخيلوا يا جماعة أن الشيء اللي تشوفونه قدامكم ذا له آلاف السنين، وبتشوفون قلعتهم وبتشوفون سكنهم، حتى كيف كانوا ساكنين. جماعة شيء عجيب. خلوكم مع التغطية وإن شاء الله أنها تعجبكم. طبعا المدينة أوسع من كذا، بس ما أدري وين باقيها. أنا جاي عاد الساعة 10 الصباح يوم الجمعة، والله ما تحصل أحد، بس إن شاء الله بحصل فيها قصر وفيها دنيا. قبل لا تدخل يقولون خذ معك موية، الله يستر. بسم الله. ما صار شيء، ما صار شيء. من أهم الأشياء الموجودة في المدينة بعد اللي هي القلعة هذه اللي قدامكم، وآخر ما اكتشفوه يقول اكتشفوا درهم على وقت هارون الرشيد. هذه آخر اكتشافات اللي موجودة في المدينة، وكل ما لهم يكتشفون فيها أشياء أكثر، وأعتقد أنها كانت كلها مدفونة ترى. سبحان الله. بسم الله، محدثكم من فوق القلعة الحين. بسم الله. سبحان الله، هنا سكنهم. مكتوب في اللوحة قرابة 40 وحدة سكنية، عايشين ومبسوطين. ترى كلام هذا قبل آلاف السنين. مدينة فيد التاريخية بين القصيم وحايل، يتابع الحايل. هذا تصميم هندسي ترى، يسحب من هنا ويدور على المدينة كلها. عاد هنا نهاية التغطية، ما في أجمل من المنظر ذا. أشوفكم على خير. يلا حيهم. اللي يفهم بالتاريخ بيعرف هذه وش بسرعة، قبل ما أروح وأعلمكم وش من هنا. طبعا أنا لقيته مسكر، لكن إن شاء الله إنها بندخل بأي طريقة كانت. هذه يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، صخرة عنترة. تخيلوا يا جماعة أن المكان هذا أو الصخرة ذي قبل 1500 سنة قال معلقته تحتها. معقولة كان يتمشى هنا؟ هذه الصخرة. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.